جاءني أحد الشباب منذ فترة ماضية وبدأ يعرض مشاكله وما هي أكثر مشاكل الشباب. قال أشتكي من كثرة الهموم والغموم، أشتكي قلة التوفيق كل شأن من شؤون حياتي. ما طرقت بابا إلا وجدته موصدا مغلقا، ما أقدمت على مشروع إلا باء بالفشل. زيادة على هذا وجع يلازمني في بطني، عرضت نفسي على الأطباء، نقلت من مكان إلى مكان طلبا عن العلاج ولم أجده. قلت مستعينا بالله، المريض إذا مرض يذهب إلى الطبيب والطبيب ينظر في أعراض ثم يبدأ بتشخيص المرض. فإذا اكتشف العلة نصح بالدواء. والمطلوب من حين يرد أن يحافظ عليه بكمية في وقته المحدد. قلت أيضا المطلوب منك أنك تحافظ على الدواء. قال لا توصي، فلقد تعبت وأنا أبحث عن العلاج والدواء. كثيرة، مشاكلي كثيرة التي أقضت مضجعي، فلا أهنأ بطعام ولا بشراب. قلت العلاج موجود، لكن المطلوب منك تحافظ على العلاج. قال وما هو؟ قلت 5 صلوات، 5 صلوات في اليوم والليلة، من أداهن حيث ينادى بهن، يعني في المساجد، من أداهن حيث ينادى بهن ضياء وبرهانا يوم القيامة. ومن ضيعهن ضيعه الله يوم القيامة. فمن اتبع هداي لا يضل ولا يشقى. وأي هدى أعظم من المحافظة على الصلوات. هذا هو العلاج، هذا هو علاج ذلك الشاب